بدو الحقيقه تاع كيك. انا نقول لكم الحقيقه تاع كيك. تتسالوا بلا شك ستريمرز ديال المغرب شحال تيدخلوا من كيك. انا جيت هنايا باش نوضح لكم الحقيقه المره، والحقيقه اللي انت ما داريهاش، بانه انت تتفرج فيا انا وتندخل عليك الملايين. انا تنتخلص للساعه، انا ماشي انسان تنتخلص للساعه. الساعه تنتخلص فيها 900 حتى ل 800. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شحال كيدخلوا اشهر ستريمرز في المغرب من منصه كيك. وباش نزيد نقربكم لهاد المنصه، فراه اكبر عقد دارتو مع ستريمرز واللي كانت المده ديالو 16 شهر، واللي كان بقيمه 360 مليون دولار، يعني 360 مليار مغربي. هادشي ابار الاشتراكات الشهريه والتبرعات والاشارات ديال القمر واللي كتكون بملايين الدولارات. فشنو هو السبب اللي خلى اعظم ستريمرز المغاربه يتجهوا لكيك واخا كانوا كيستريميو في دي بلاتفورم اخرين؟ وشحال كيدخلوا ستريمرز المغاربه شهريا من هاد المنصه؟ واللي كاينين على الواجهه ديال كيك هو احمد الصابري، بوكسعه، فودكا، الياس المالكي. وبطبيعه الحال هما هاد الربعه اللي غادي نعرفوا شحال كيدخلوا شهريا من هاد المنصه. باش نعرفوا شحال كيتخلصوا ستريمرز المغاربه فراه خاصنا نفهموا كيفاش كتخلص كيك. هنا خاصنا نذكروا 4 المصادر ديال الدخل لكل ستريمرز، واللي هما التعاقد والاشتراكات والتبرعات والاشهارات. نبداو باول مصدر واللي هو الاشتراكات. كما كتعرفوا اي ستريمرز كتلقاو الناس مشتركين عنده، ودوك المشتركين عباره عن شهريه كيتخلص منهم ستريمرز كل شهر. نفترضوا ان الستريمرز عنده 1000 مشترك، وكل واحد من هاد 1000 مشترك كيخلص 50 درهم كل شهر. غادي تخلص القليله 5 المليون، وهذا المبلغ غادي تاخذ منه كيك 5% وغادي تبقى 95% للستريمر. ندوزو لثاني مصدر واللي هو العقود، واللي هي كونطرا كتسينيها مع كيك، واللي كتكون فيها المده اللي غادي تستريمي فيها، وعلى حسب الخلاص فراه كتكون على حسب الشهره ديالك وشحال ديال الناس كتفرجوا فيه. حيث انه كان اكبر عقد غادي ديرو كيك مع شي ستريمر كان مع تراينوراكس تيفي بقيمه 360 مليون دولار، يعني 360 مليار مغربي. وكانت مده العقد هي 16 شهر، يعني كان هذا هو اكبر عقد في تاريخ الستريم كله. وكما كتعرفوا فراه منصه كيك ماشي حمقى باش تخلص كاع هذا المبلغ هكاك، والسبب اللي خلاها تعطيه هاد الزبال هاد الفلوس باش يروج لهم القمر، وحيتاش كانت عنده قاعده جماهيريه كبيره بزاف. المهم دابا ندوزو للثالث مصدر واللي هو التبرعات، يعني الهدايا اللي كيجيو من المتابعين كنوع من التحفيز للستريمرز ديالهم، واللي تقدر توصل حتى المليون 2 3 على حسب الدونيشن اللي صيفطو المتابع. وكما كتعرفوا كيك سخيه ماشي بحال دوك المنصات الاخرين، فراه الدونيشن كيدوز للستريمرز كله، كيك ما كتاخذ والو. ودابا ندوزو للرابع مصدر واللي هو الاشهارات. فراه اي ستريمر يقدر يدوز الاشهار اللي بغا في اللايف ديالو، بحال الياس المالكي هو كيدير اشهار البيبسي. قلت ماساج ريكو، قول بيبسي. اوه تنشرب بيبسي. اوه ما قدرتش من نهار وليت كنشرب بيبسي. ان شاء الله. والله ادام الناس راه داويين معانا ومخلصين. لا والله كاين شي حاجه. ادام شرب حقب. شرب ورد عليا. دابا المغاربه راه بقاو البلاد بيبسي. القلعه تقطعت. عندها شكون كتشحن؟ لا كتبقى راه باقا شاريك تا ديالو. تقطعات. وادام تقطعات تامنها بوفا. صندوق كان. والله يا عباد الله والعار وكنضرب برجلي من التحت. العار والله تقطعت. ادام باقا في المعامل هذوك الفروع. دابا في امريكا تقطعت، ولكن في الفروع ديال المغرب باقا. ترى ما كايناش. وبطبيعه الحال المنصه ديال كيك ما عندها حتى شي داخل في هذا الشيء وما كتاخذ والو، ولكن كتقترح عليك الاشهارات ديال القمر، وانت حر الا بغيتي دوزو ولا ما بغيتيش بلاش. دابا ندوزو للحظه اللي كتسناوها كاملين واللي هي شحال كيربحوا الستريمرز المغاربه. بدايه من بوكسعه واللي عنده اكثر من 300 الف متابع، والقليله غادي تكون عنده 1000 مشترك. 5 دولار لكل 1000 مشترك غادي تجي شهريا 1.5 المليون. اما التبرعات تقدر تجي حتى لفوق 2 المليون. وبالنسبه للاشارات ديال القمر فراه جابوا ما بقاش كيديروا، وفي التوتال تقدر تجي واحد القليله حتى ل 10 المليون والله يزيدوا. دابا ندوزو للفودكا، حيث انه ما عندوش شي قاعده جماهيريه كبيره مقارنه ببوكسعه والصابيري، وعلى ما كنظن انه ما عندوش شي كونترانيت اللي كبير. المهم عنده اكثر من 200 الف متابع، والقليله تقدر تكون عنده اكثر
اكثر من 500 مشترك، ونقولوا حنا كاقل تقدير كل واحد يقدر يخلص $5، فراه غادي تجيه في الشهر اكثر من 2.5 مليون. اما الدونيشن تقدر توصل من مليون حتى ل2 مليون، وبما انه كيدير اشارات ديال القمر فراه غادي تجيه في التوتال من 15 مليون حتى ل 30 مليون واكثر. احمد الصابري واللي عنده اكثر من 300 الف متابع، وبسبب القاعده الجماهيريه اللي عنده يقدر يدخل من الاشتراكات حتى ل 10 المليون. فاما التبرعات تقدر توصل حتى ل 3 المليون واكثر. وكما قلنا تبارك الله عنده قاعده جماهيريه اللي كبيره، يعني غادي تكون عنده شي كونطرا مقمح. وبلا ما نعطيو التاويلات ديالنا على احمد الصابري فراه هو غادي يقول كل شيء بفمه، وثيقوا بهادشي اللي قال فراه بصح. والله تنفجرها في هاد السيد بدون الحقيقه تاع كيك. انا نقول لكم الحقيقه تاع كيك. يلا سجلوا شيري، يلا ديروا شيري. السلام عليكم. كيك مؤخرا ولات عامله ضجه في المغرب، ولا كلشي حاجي كيك مزيان، كلشي ولا بيجي ديال الفلوس في كيك. هي راه صعيبه مي ماشي كلشي غادي يدير لي الفلوس من كيك. هادشي اللي كاين. تتسائلوا بلا شك ستريمرز ديال المغرب شحال تيدخلوا من كيك. انا جيت هنايا باش نوضح لكم الحقيقه المره، والحقيقه اللي انت ما داريهاش، بانه انت تتفرج فيا انا وتندخل عليك الملايين. انا تنتخلص للساعه، انا ماشي انسان تنتخلص للساعه. الساعه تنتخلص فيها 900 حتى $800، بعض المرات تنوصل ل $1500. تخيل معايا انا ما قاري ما داري ما قاري ما والو، تنتخلص 1.5 مليون للساعه. ما قاري. تخيل معايا واحد الانسان اللي مشى للمدرسه وقرا وهز الخناشي مسكين وشي تعذب، اللي هو خصو يكون تيقبض دوك الفلوس مسكين ما تيقبضش، وانا اللي في تندير التفاهه وما تندير والو وحامض وباسل وكيما بغيتني وكاملين وكلشي تنضرب 1.5 مليون في الساعه. ماشي مشكل. كل ستريم تندخل فيه تقريبا وما يقارب 5 مليون 6 مليون في النهار. دابا الكونط بونكير تاعي بكثره الاموال اللي تتروج ليه وتدخل ليه السياش ما بقاش قدرت تتعامل معايا. مشيت للتجاري وفا بونك ما بقاوش يقبلوا عليا. فلوسي حاليا كلهم تنصيفطهم من الامارات. هادشي اللي كاين. يعني الدراري سمحوا لينا، مره تنكذب عليكم في السنه نعطيكم 1500 درهم ولا تنشري لكم سيتابات ولا كذا، مي الحقيقه المره انه وراكم تنصوروا الملاير. انا دابا حاليا نقدر نقول لكم وصلت لشي 3-4 المليار في الكونت، وغتبقاو ديما تشوفوني تركب فوق السويق وديما تلبس الرقم مع التقاشر، حيت هذه هي الحياه. ما خصنيش نبين باش ما تضربش بالعين. هادشي اللي كاين. سمحوا لينا، ولا اله الا الله محمد رسول الله يزيدك اخي احمد. دابا ندوزو لاكبر ستريمرز كاين في المغرب واللي هو الياس المالكي، واللي عنده اكثر من 700 الف متابع، والقليله غادي تكون عنده واحد 2000 مشترك، واللي يقدر يدخل منهم اكثر من 10 المليون، حيث انه كيدير اشارات متنوعه ويقدر يدخل منهم الملايين. وبما انه اكبر ستريمرز في المغرب واللي يقدر يحطم ارقام خياليه، يعني غادي تكون عنده كونطرا فين تبان ديال الصابيري، والقليله غادي تلقاه حتى هو كيستريمي بواحد 2 المليون للساعه، وغالبا غادي تلقاه في الشهر كيدخل اكثر من 100 مليون والله يزيدو. المهم الصيانز حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنسوناش بلايك وبارطاجي الفيديو مع صحابك. كان معكم العارق والسلام عليكم.